اخوان هذه في 2022 شفت واحد البنت في مواقع التواصل الاجتماعي وعجبتني والصراحه وكان العيد الكبير ديك الوقيته، كان العيد الكبير واشتكى في ولد عمي وقلت له ولد عمي انا هاد البنت هذه غادي نديها باش ما كانت تعرف كنقول لك بحال شاد في لابوطو هكا، بحال ما بغيتش نطلق بداك لابوطو. المهم راني نصيفط للسيده، راني نستنى السيده، واحد الوقيته جاوبتني في مواقع التواصل السلام السلام، قلت لها باغي نكمل معك الحياه ديالي وكذا اكسترا. هي بالديبار دخلت لي شنو عندك، شنو عندك يعني شنو كدير في الحياه ديالك. قلنا لها الخدمه على قد الحال، ها كيفاش التجاره الى غير ذلك. ما عجبتهاش، ما عجبهاش الحال. شنو بقات دير من قلت لها التجاره انفو، قلت انا ديك التجاره ولا يعني بقات ترد عليا بالسيمانه ب 48 ساعه باليومين بالثلاث ايام. وانا الصراحه ما بغيتش نفيق، ما بغيتش نفيق انا ديك الوقيته تصحاب لي. انا قلت السيده يمكن راها غير لاهيه الى غير ذلك، ولكن الاخوان مع الاسف كنكتشف شهرين صافي السيده ما بغاتش تجاوبني، ما بقيتش نهضر معها، حتى انا ما بقيتش نصيفط لي ميساج. كنتلاقى السيده بلا تزوجت، اقسم لكم بالله كنتلاقى السيده تخطبات وتزوجت. وانتايا شونجاتك انت، يعني كان دارتك غير الطريق، يعني حنا كان لاباس علينا وكذا وما نعرفت شنو غادي تشد فيك. حيتاش البنات اليوم اخويا الاخلاق عندهم وكذا ماشي الاخلاق نتاع الصلاه وتاع الدين. السكن اللي راك عايش فيه، الفيراري اللي راك كتسوقها، الجيوب واش عامرين ولا خاويين، هادو هما الاخلاق. هما اللي قال لك شي حاجه في هاد الوقيته عرفوا انسان كذاب. وانا على داكشي علاش انا غسلت يدي بكلش صافي. ديك كما كنقول لك ديك النيه الزينه اللي كانت عندي حيدتها بالمره. كنت كتشوفني برا انا انسان مزيان، رديت راسي نرجسي صافي. الان تيردي هادشي اللي كاين. ما نكذبش عليك اخويا العزيز، اليوم عرف راسك. شوف الحاله ديالك نتايا الاول عاد شوف الاخرين. والله القاسم انا السيده قسما بالله كون قالت لي اعطيني الدم ديالك نعطيه لها عادي، ولكن السيده دارت لك بق. واش غادي دير؟